في أماكن ساعات بتحس إن هي بتتنفس، أماكن لو وقفت عند حدودها لحظة قلبك يقولك ارجع، المكان ده شايفك قبل ما انت تشوفه. وما بين كل الأماكن اللي اتكتبت عنها الأساطير في مكان واحد بس أول ما بيتذكر الهوا نفسه بيرد، غابة الانتحار. كل شيء بدأ بالصمت، ثم بدأت الحقائق تختفي. ديستوبيا ليست مكانا، إنها نحن. ديستوبيا. أول ما رجلك تلمس أرضها تحس إن أنت اتسحبت من العالم اللي بره. الهوا بيسكت، الورق بيتجمد، كل صوت حواليك بيتقطع فجأة، والأرض تحتيك سودة ومحروقة وكأنها شايلة ذنوب ناس كتير. والشجر عالي متشبك عامل سقف من الضلمة، ضلمة بتقولك أنت هنا مش مجرد زائر. والمشي جوه الغابة مش عادي، تحس بخطوة وراك ومع كل التفاتة تلاقي فراغ واقف وبيبص لك. الحكاية بتبتدي لما كان الرهبان بيدخلوا الغابة ويختفوا جواها شهور. في ناس بتقول إن هم ماتوا، بس اللي خافوا يقولوه إن في منهم اتحول، مش جسد ولا روح، حاجة وسط الاتنين، طاقة ساكتة ما بتظهرش إلا لو أنت قربت المكان المفروض إن أنت ما تقربلوش. ومن يومها الغابة ما بقتش غابة، بقت كيان. في القرون الأخيرة بدأوا يلاقوا جوه الغابة أوراق صغيرة عليها جمل أخيرة، حد بيعتذر، حد بيودع، حد بيكتب كلمتين وبيسيبهم للغابة. وفي شرايط بلاستيك مربوطة في الشجر رايحة جوه لحد مكان الضلمة وبتبقى قتل. والشرايط دي خط رجوع، لو اللي دخل غير رأيه يلاقي طريق الخروج. بس اللي بيدخل للعمق الشريط بيقع والطريق بيبقى واحد بس لقدام في الغابة، ومش دايما نجاة. الصمت هنا مش صمت، الصمت هنا إحساس. الصمت إن الشجر شايفك وإنه سامع خطواتك وإن في صوت مش صوت حد، صوت جوه الغابة نفسها، صوت خفيف. مرة تحس إن هو بيهمس، مرة تحس إن هو بينادي، ومرة تحس إن هو بيكرر اسمك. وفي ناس شافت أشكال واقفة ما بين الجذوع ومش بني آدم ولا كانت ظل، حاجة غامقة بتختفي أول ما تقرب وبتظهر أول ما تبص بعيد. في ناس بتقول إن الموضوع نفسي وإن المكان بيعمل توتر مش أكتر. طب ليه نسبة اللي ما بيرجعوش أعلى من أي غابة في العالم؟ وليه أعماق الغابة فيها مناطق الصوت بيموت فيها؟ وليه السلطات كتبت على أبواب الغابة قف، حياتك أهم من مخاوفك؟ وليه ناس بيدخلوا من غير سبب وبيحسوا إن في حد بيسحبهم لجوه؟ وليه المكان بيأثر على عقل الإنسان أكتر من أي مكان طبيعي؟ في حاجة مش علم، مش منطق، مش تفسير، حاجة ملهاش اسم. نيجي بقى هنا للسؤال، هل هي مجرد غابة ولا مقبرة أرواح ولا بوابة اتفتحت بين عالمين؟ عالم ساكت وعالم مش سايبك تمشي. يمكن تكون طبيعية ويمكن يكون عندها قصة ما وصلتش ليا ولا ليك، بس الأكيد إن أي حد بيدخل جوه الغابة بيرجع مختلف، وده لو رجع أصلا. والصمت اللي جواها مش هدوء، ده صوت لحد دلوقتي محدش يعرف مين صاحبه. ودي كانت حلقة ديستوبيا، وقبل ما تطفي النور تأكد ان الظل اللي وراك ظلك ولا كانت حاجة تانية بتسمع معانا. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب كمان للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم ديستوبيا. سلام.